مبسوطة ان انا النهارده معايا 2 من اقطاب السينما المصرية، و2 عاملين فيلم قوي جدا من الافلام الموجودة دلوقتي، وهو فيلم الجرسونيرة. برحب بالمخرج الجميل هاني جرجس فوزي، برحب بالمنتج الجميل محمد عارف، برحب بيكم على شاشة البغدادية ومنورين. الله يخليك، اهلا بيكي. اهلا بيك يعني. الجرسونيرة عمل تقيل، ويمكن كل الجمهور خارج مبسوط جدا من الفيلم. عايزين بقى نقول لكل الجمهور الجرسونيرة قصته ايه؟ بص، هي فكره جديده اول مره تعمل في السينما، عباره عن 3 ممثلين في مكان واحد، لوكيشن واحد، ديكور واحد، من اول ثانيه لاخر ثانيه. مش ممثل تاني، ما بتطلعيش بره اللوكيشن. ده ميزه التجربه، ما اتعملتش في مصر او عموما في السينما العربيه خالص. حتى بره يعني هتلاقي 3 4 تجارب، 5 بالكتير قوي، لان هي افلام صعبه جدا. ازاي تعملي فيلم زي كده وتقدري تخلي الجمهور يقعد متابع ومستمتع لاخر لحظه. الافلام العاديه بتحس فيها بملل. ده طبعا يرجع لكذا عامل، من ضمنهم الديكور اللي كان عامل اساسي ولازم يتعمل ويتصرف عليه ويتعمل بطريقه مبهره. وبحيي الاستاذ محمد عارف منتج الفيلم، لانه ما بخلش عليا في الديكور. احنا عملنا ديكور مكلف جدا عشان يطلع بهذا الشكل المبهر، واشترينا اشترينا كل العفش اللي انت شفتيه في الديكور ده. كل ده شارينه شراء. عادة في السينما بنأجر، اغلب الحاجات بتتأجر، لكن انا عشان كنت عايز حاجات جديدة وفريش ونيو، فالاستاذ محمد والاستاذ هاني ويليام المنتج. هاني ويليام مش عايز يسجل معانا، مكسوف ان هو يجي يسجل، فيا ريت تنضم لنا. يحكوا يقولوا الديكور اتكلف قد ايه. استاذ محمد، عايزاك تكلمني بقى. انتاج الفيلم يمكن هو من الافلام اللي انتاجها كبير. شايفين ديكورات قوية، شايفين صرف وإنتاج متميز. عايزينك بقى تكلمنا تكلفة الفيلم، وطبعا في ظل الظروف الصعبة اللي بتشهدها مصر دلوقتي، أي منتج بيخاف إن هو يحط مبالغ مالية طائلة. هو أهم حاجة إنه يعني إحنا حبينا نعمل فيلم جديد يرجع الناس شوية للسينما القديمة اللي تلاقي فيها الممثلين بتمثل. يعني فعلا أنت شفتي لمدة ساعة ونص 3 ممثلين كانهم في مباراة، كلهم بيمثلوا وبيعلوا بكلهم الريتم بتاعهم. ودي كانت أجمل حاجة، إن احنا نرجع شوية بالأفلام للواقع المصري، أو الأفلام القديمة بتاعتنا اللي احنا حابينها، اللي بنشوف فيها تمثيل وفعلا وبنعتبر إن هي دي من أجمل السينمات في مصر يعني. وبإذن الله يعني مستمرين في إن احنا نجيب قصص وحاجات كده. الديكور طبعا كان لازم يبقى مكلف وكان لازم يبقى عالي، لأنه هو كان نمرة 4 مع الممثلين. فيعني حبينا انه يبقى الصورة جميلة تبهر، علشان فعلا كان هام جدا، لأن الوان اللوكيشن بيتعب شوية. فكان لازم الأستاذ هاني يعمل قطعات على ديكور حلو، والحمد لله ربنا وفقنا يعني. هروح للأستاذ هاني ويليام، منتج مشارك مع حضرتك في الفيلم، ويمكن أكيد قعدتوا على الورق كتير حضرتك وأستاذ محمد عشان تطلعوا الصورة اللي احنا شايفينها النهارده. لا، أنا ما كنتش قاعد على الورق خالص، أنا كنت بقعد على الخزنة بتاعت الأستاذ محمد علي. بس أول ما خلصت فلوس الحمد لله وقفل تقريبا، أنا كده ضميري مستريح الحمد لله. بس يعني تمام. الابطال طبعا شايفين ان انتم معاكم 3 ابطال من اقوى الابطال اللي موجودين على الساحه السينمائيه دلوقتي. يمكن اجورهم كمان زي ما ذكرت في الاول اكيد عاليه جدا في ظل الظروف الصعبه اللي بتعيشها مصر. وازنتوا ما بين ده ازاي؟ كان لينا تجربه الاولانيه، كان انتاج الاستاذ محمد، كان فيلم اسمه كريسماس، وبعدين غيرناه سميناه 31/12. كان فيلم من اللي هو الافلام اللي تعتبر مثلا ما هياش الفئه اللي هو بيستمتع ان هو يبقى عايز يعملها او بيتطلع ليها. فلما جينا ابتدينا نكرر التجربه، لان هو راجل يعني هو حابب السينما اساسا، مش مجاله الاساسي، بس هو حابب المجال. فكان مقتنع ان لازم يشتغل مع ناس من اهم العناصر اللي موجوده او اللي ليها مستقبل. بما ان اهم العناصر متشفره وبيطلبوا اجور بيحلموا بيها يعني واهميه النهارده، فقال لك لا، انا من الناس اللي متطلعه او اللي انا شايف اللي ليه مستقبل فلان وفلان وفلان. ابتدينا نخش ايه اللي ممكن نعمله في حدودهم، وابتدى فعلا نشتغل الموضوع وابتدينا نشتغل عليه. فهو كان فكرته الحقيقه. مبسوطين من رد فعل الجمهور؟ يعني كل الجمهور اللي طالع عمال بيشكر في الفيلم وبيقول فيلم تقيل ومن الافلام اللي نازله بقوه، ولكن يمكن الناس ما كان ليها تحفظ شويه على عرض توقيت الفيلم. لا، ما هو احنا حقيقي احنا كنا المفروض ننزله في العيد الصغير، وبعدين ارجعناه للعيد الكبير، وبعدين ارجعناه لنص السنه. يعني مش صعب يعني. هو كان احنا بنحاول بقدر الامكان نختار وقت يكون كويس، بس للاسف العيدين اللي فاتوا كان فيهم مخاطره،
ففضلنا ان احنا ننزل، وعلى ما اعتقد يعني امل ان الامور هتتحسن وتهدى شويه يعني. ان شاء الله. يمكن المخرج هاني جرجس فوزي ذكر ان انتم ما بخلتوش بالانتاج، فعايزين نعرف الميزانيه كانت تقريبا قد ايه؟ والله انا ما فلستش، هو اللي فلس، هو يقول لحضرتك. انا لغايه دلوقتي الحمد لله شغال. ما انت قلت ان انت فلست والفلوس كلها راحت. انا فلست، هو اللي عارف طلع منه قد ايه، مش انا. تقدري تساليه بقى، هو يقول لحضرتك. يعني وعدى 8 مليون. 8 مليون. متوقع ان في ظل الظروف الصعبه اللي بتشهدها مصر الايرادات بتاعه الفيلم تعدي ولا تجيب نفس المصاريف اللي انتم صرفتوها؟ والله بص، يعني احنا اهم حاجه ان احنا عملنا عمل احنا يعني راضيين عنه. يعني يمكن دايما احنا كلنا متفقين انه يعني نعمل، طبعا ما حدش ما ياملش انه الفيلم يحقق ويجيب ايرادات، بس كان الهدف الاساسي هو ان احنا نبقى مرتاحين نفسيا. يعني الرضاء النفسي انا بالنسبه لي برضك عامل مهم جدا. يعني لو عملت فيلم انا مش راضي عنه وجاب فلوس، متهيألي مش هبقى سعيد زي ما فيلم الناس راضيه عنه وباذن الله يجيب فلوس يعني. ان شاء الله. بعد فيلم الجرسونيره بقى محضر لنا ايه في الفتره الجايه؟ اكيد في حاجات تانية باذن الله هتكون حلوه، بس احنا يعني مدققين شويه في اختيار السيناريو، مش عايزين يعني بعد التجربه دي متهيألي هتصعب لنا المسائل شويه يعني. اسال استاذ هاني محضر ايه في الفتره الجايه؟ والله انا عندي تجربه ربع لبنه كده بحضر فيها، ربنا يسهل. بس هو مش عايز يشتغل في النوعيه دي من الافلام، فدينا بنفكر اهو، ربنا يسهل. قول لنا اي حاجه كده حصري على شاشه البغداديه. دي مش مسهله قوي، ده ربع لبه. طب مين هيكون موجود معاك من النجوم؟ لسه صدقين، ده مجرد ورق. لسه. طب الفكره، يعني انا عارفه ان انت دايما انت واستاذ محمد بتحبوا دايما ان انتوا تقدموا قضايا مهمه جدا بتتناقش في المجتمع المصري، ايه الفكره اللي انتوا ناويين تعملوها في الفتره الجايه؟ لا، بالنسبه للاستاذ محمد هو في كذا مشروع هو بيقراه حاليا، فهو كل مشكلتنا ان احنا بنحاول نختار سيناريو اقوى من ده، والسيناريو ده كان قوي جدا، ده من اقوى السيناريوهات اللي تقريبا قريناها في الفتره الجايه، فربنا يسهل يعني. لسه مش حاجه، ربنا يسهل. يا رب. نتمنى لكم التوفيق، ودايما منورين على شاشه البغداديه، وعايزين بقى كلمه منكم تقولوا لكل جمهور البغداديه ايه، وطبعا كل سنه وانتم طيبين بمناسبه راس السنه، وسنه سعيده عليكم يا رب. باذن الله كل سنه وانتم طيبين للقناه والشعب مصر والناس كلها، وباذن الله تكون سنه جايبه امال واحلام وخير لمصر، ويحفظها باذن الله من الشر ومن اي حد يأذيها. المنتج هاني ويليام معروف طبعا بخفه دمك، فهتقول لهم ايه؟ ربنا يخليك. لا يا رب، سنه جديده يا رب تكون على الكل سعيده يا رب، وتزاح الغمه دي ونستقر الامور وربنا يهدي الحال. كلنا بنتنمر كده يا رب يا رب.